تكون عندك غير البطاطا في الدار وتحيري واش ديري معلك غير بهاد الكغاتا تاع البطاطا اللي راح يسلكك، كغاتا مشخشخ ومفرمج وليه ليه توجديه. السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا قاع بخير. مباشره ندخلوا نحضروا الوصفه. نحتاج هنا زوج حبات متوسطين تاع بصل وتقريبا كيلو حتى الكيلو ونص تاع بطاطا. نحط الطاجين تاعي فوق النار، نضيف له كميه تاع الزيت ونحط هذيك البصله تاعي بعد ما نكون قطعتها مربعات صغيره. اذا كانت عندكم بصله كبيره ديروا حبه واحده ونخليه يتقلى مليح حتى يتكراميليزا. بطبيعه الحال غادي ندير الملح. من بعد ما يتكراميليزا البصل تاعي ويطيب مليح نضيف عليه البطاطا اللي يكون قطعتها دي رونديل. نخلط مليح البطاطا تاعي مع البصل اللي كنا ديجا قليناه حتى تكراميليزا، ونزيد لها كميه تاع الملح وكميه تاع الفلفل الاسود، ونكمل نخلط مليح البطاطا مع البصل مع التوابل اللي درناهم. من بعد نروح نجيب الحليب ندير يعني عيني هي ميزاني، يعني ندير الكميه حتى تتغطى لي البطاطا نتاعي. كيما انا هنا درت 4 كيسان، يعني دات لي اللتر تاع الحليب. نخليها فوق النار تغلي مليح، يعني حتى يدخلها الطياب، وساعة نحركها من الفوق للتحت ما تلصقليش، ونخليها تكمل غلية نتاعها. من بعد نشوفوا اذا تقسمت لي كيما هكا، يعني هنايا صاي نحيها من فوق النار ونروح نجيب هنايا البلا اللي يدخل للفرن ونصفيها بهذه الطريقه، بهذا المصفات نستفها كامل فوق في البلا اللي يدخل للفرن. لازم نصفوا الحليب تاعنا مليح، ما نخلو فيه حتى حاجه، حتى قطعات يعني تاع بطاطا ما لازم تبقى فيه. من بعد نروح نجيب مغرف تاع الفرينه نزيدها على الحليب اللي بقالي، وزوج مغارف معمرين مليح تاع فرماج. انا درت زوج مغارف معمرين مليح، نتوما تقدروا ديروا كيما تبغوا، يعني قد ما درتوا فيها فرماج غادي تجيكم بنينه. بعد ما نحطها فوق النار وتتقال نبدا كيما هكا نفرغ فيها على البطاطا اللي كنا ديجا قلعناها من قبل. نفرغ كامل هذه الصلصه فوق البطاطا ندخل الكغاط نتاعي للفرن حتى يطيب ويتغاتينا وياخذ اللون الذهبي. واذا كان عندكم الجبن المبشور يعني احسن ديروه. شوفوا هنا بعد ما خرجته من الفرن مازال حامي، شوفوا جا واحد الكغاتان بزاف شباب بنين وسهل التحضير. اهم حاجه يعني بمكونات بسيطه وانتي درتي عشاك ولا فطورك، يعني حاجه تعليه ليه وتسلكي راسك. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. نتلاقوا المره الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم.